المنتو أكلة حجازية يرجع أصلها بخاري، والأكلة جات من هناك للسعودية من أكثر من 100 سنة، والعجينة جدا بسيطة، دقيق وملح وموية. حنعجنهم سوا ونخليهم يرتاحوا على جنب، وحجيب اللحمة قطعه قطع صغيرة وندخله في الفريزر يتجمد لمدة نص ساعة، وبعد ما ارتاحت ربع ساعة حنقطعها بالطول بالطريقة هذه ونقطعها قطع صغيرة، ونبدأ نكور كل واحدة ونطبطبها بالشكل ده ونخليها برضه ترتاح لمدة ربع ساعة. وأهم شيء يا جماعة اللحم لازم يكون مدهن ومفروم فرم خشن، نزل عليه البصل والكمون والملح والفلفل الأسود. وهذه الحشوة المالحة، والحشوة الحالية حتكون عبارة عن قرع وبصل وفلفل حار وشوية سكر وفلفل أسود وملح وسمنة. الحين حنعمل المنتو، حنجيب الفرادة ونفرد العجينة اللي عندنا كلها. وأهم شيء في المنتو العجينة لازم تكون جدا رفيعة. ودحين حنقرطس المنتو، حنحط اللحم ونطبقها بالشكل ده من كل الجهات، وحنكرر نفس الموضوع مع حشوة القرع. عشان نعمل حشوة ثالثة حنعمل ميكس بين اللحمة والقرع ونحشيها. حندهن القدر بالسمن وننزل المنتو. استخدمت قدر بالبخار الكهربائي من اديسون، وجبت لكم خصم اضافي بكود باشا من الsafegallery.com. حنعمل صوص المنتو، زيت حنشوح فيه له ثوم وفلفل ونملحه، واهم شيء في الاخير نخلطه مع الخل. والمنتو ياخذ من 25 ل 30 دقيقة، انا اخذ معي تقريبا 30 دقيقة عشان الاحجام كبيرة. واحلى حاجه في المنتو يطلع هو حار، نرش عليه الصوص وتخش فيه على طول ما تستنى. وعندنا هنا 3 حشوات، اللحمه والقرع واللحمه بالقرع. وقولوا لي تحت لو شايفين انه الوصفه تفوز.